فايزة أحمد مطربة وممثلة قديرة. حياتها مليانة كواليس وأسرار. كانت دايما بتقول إنها تعيسة وملهاش حظ في الدنيا. هي تقصد دنيا الجواز أو الحياة الزوجية. فايزة اتجوزت 5 مرات. أول جوازاتها كانت من مختار العابد، ضابط سوري. قالت عنه فايزة في أحد حواراتها التلفزيونية إنه أول خدعة في حياتها. في بداية تعارفها نجح إنه يوهمها بحبه لها، ويوهمها كمان إنه رجل ثري. بتقول إن بعد الجواز اكتشفت إنه اتجوزها طمعا في استغلال صوتها علشان عارف مقداره المالي. بتقول كمان إنها اكتشفت إنه اتجوز قبلها 10 مرات، في كل مرة كان بيستغل زوجاته ماديا، وأصرت على الطلاق، وده بعد ما أنجبت منه بنتها في ريال. الزوج التاني كان من المونولوجيست عمر النعامي. على حسب كلامها إنه ما بيختلفش كتير عن جوزها الأولاني. كان السبب الرئيسي لجوازها منه هو الطمع في أموالها. مطمع انت يا ست فايزة. الزوج التالت كان من الموسيقار عبد الفتاح خيري، عازف. والجوازة دي ما استمرتش كتير، وده بعد ما اكتشفت طمعه كسابق أزواجها، فقررت الانفصال عنه. انتوا رايحين فين؟ استنوا، الحكاية لسه هتحلو. الزوج الرابع بقى كان الموسيقار محمد سلطان، اللي قالت عليه إن حب حياتها الوحيد. استمر جوازهم حوالي 18 سنة وانفصلوا. تسكت بقى ست فايزة؟ لا طبعا. راحت متجوزة من الضابط عادل عبد الرحمن، واللي سرعان ما بدأت المشاكل بينهم، لأنه كان عايزها تعتزل الفن وتتجه للتجارة، لكنها رفضت. وبعد ما أحست بإصابتها بكانسر الثدي، وأحست بدنو أجلها، اتصلت على الفور بحب عمرها وجوزها السابق محمد سلطان. صرحت له برغبتها في الرجوع له، وعلى الفور وافق الموسيقار، وده لأنه بيحبها فعلا. بيحكي الموسيقار محمد سلطان إن أول لقاء جمعه وفايزة أحمد جذبوا ليها إنها شخصية عطوفة وحنينة، وبتحب تساعد المحتاجين، محبة للخير وغير مكترثة للمال تماما. ده غير إن دمعتها قريبة على خدها وجمالها الفتان. الله يرحمك يا فنانة. الخلاصة، جوهر الإنسان بيبان في المحن. ربما المحنة دي منحة من عند الله، علشان نعيش في رضا واستقرار وفي حضن أحبائنا. دمتم على خير. سلام.